احلى حاجه لما تيجوا تعملوا طبق سلطه ان انتوا تخلوه طبق وجبه متكامله، يعني مش سلطه وخضار ممل بس. عشان كده النهارده انا استخدمت في السلطه بتاعتي صدور فراخ كنت جايباها متبله جاهزه، تتبيله مكسيكيه سبايسي شويه خلت الطبق يفتح النفس على الاكل اكتر. مجرد ما حمرت الفراخ في زبده بس على النار، غطيتها بفويل وده بيخليها طعمها احلى وقت التقطيع. وعملت دريسنج بسيط جدا، هكتب لكم مكوناته في البوست تحت الفيديو. بعد كده قطعت شويه طماطم، بصل بقى، افوكادو. ممكن تنوعوا في اللي انتوا هتقطعوه في السلطه، الحاجات اللي انتوا بتحبوها، شويه من الخضره، ملح وفلفل بسيط. وقلبت كل دوت وعملت كده فرشه في الطبق من الخس، ممكن كمان من الجرجير لو حابين. حطيت بقى الدريسنج بتاعنا على الخضار الجميل ده، وقطعت الفراخ لسلايسز. طبعا كانت جوسي جدا، طعمها يفتح النفس. وشويه كمان عليها من الدريسنج اللي احنا عملناه، شويه مكسرات بقى او بامكن سيدز من فوق. مش قادره اقول لكم طعم السلطه كان حلو قد ايه. كلنا تقريبا سيبنا كل حاجه وكلنا الطبق ده. جربوه بالهنا والشفا.